السلام عليكم. إذا أعجبك محتوى القناة فلا تبخل علينا بتعليق وإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد. فنبدأ على بركة الله. بعد قانون جزر البهاما، فكر الرئيس السابق للفافي محمد روراوت في اقتراح مشروع جديد يسمح بإعادة دولي الفرنسي كريم بنزيما إلى المنتخب الجزائري. في الواقع فإن الكرة الذهبية 2022 هي ذروة البلوز، وريال مدريد يعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم على هذا الكوكب الملقب بكبيب 9. هل هو قادر على تغيير جنسيته الرياضية والانضمام إلى الخضر؟ على أي حال، كان لدى الرئيس السابق للفيف محمد روراوت خلال فترة رئاسته خطة لإعادة كريم بنزيما إلى اختيار الجزائر. نخبرك بالمزيد عن هذا الموضوع في هذا العدد اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022. في الواقع كان الرئيس السابق للاتحاد الجزائري لكرة القدم قد اقترح في وقت سابق قانون جزر البهاما. سمح هذا للاعبين الذين لعبوا في فئات شباب الأمة بتغيير الجنسية الرياضية. بعد ذلك فكر الزعيم الرياضي ديزي في إعفاء جديد الشركات الثنائية ليقترح على الهيئة الدولية للكرة المستديرة خطة محمد روراوت بالتفصيل. هل سيتمكن كريم بنزيما يوما ما من ارتداء الستر الخضر؟ يبدو أن الركيزة السابقة للاتحاد السالفة لذكر كانت تضع في اعتبارها خطة أخرى بالإضافة إلى خطة جزر البهاما تسمح بعكس السترات الثنائية القومي. كان هذا من شأنه أن يمنح مهاجم مدريد الفرصة لتقوية القوى العاملة في أين والانضمام إلى ديزرت ووريرز، خاصة أنه مرتبط جدا بأصوله في الجزائر. فكر سلفي خير الدين زيتشي في إحداث ثورة في قانون اختيار الجنسية الرياضية، وهذا من خلال اقتراح على فيفا السماح للاعبين المستبعدين من فرقهم لأكثر من أربع سنوات بتغيير الأمة. كان هذا هو حال الجزائري الفرنسي الذي غاب عن الملاعب ل6 سنوات طويل. على أي حال، هذا ما نقلته وسائل الإعلام الناطقة بالعربية أوراس في عددها الصادر يوم الاثنين. وزعم نفس المصدر الإعلامي أن عدة اتحادات وطنية صادقت على خطة محمد روراوت، ومع ذلك تم التخلي عن هذه الخطة لإعادة أسطورة كرة القدم إلى المنتخب الوطني، وهذا عقب رحيل العضو السابق في سيتيف. إنه دائما سؤال عما تخبرنا به وسائل الإعلام العام.